ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عايزه اتكلم معاكم على حاجه مهمه قوي اسمها دوريوس كود، ودي اكواد الانذار او اكواد الاكراه. كود بيبقى اي شركه او مؤسسه عاملاها عشان تعرف الناس الموظفين اللي جوه ان في حاجه خطر، وفي اكواد شهيره جدا للناس العاديه كمان المفروض يكونوا عارفينها. هقولكوا بعض الاكواد دي معناها ايه، وهقولكوا ليه مهم ان يبقى في كود او كلمه سر بينك انت واطفالك. الأكواد زي تشارلي، دكتور براون أو بان بان أو أوسكار. الأكواد دي معناها security alert، ممكن نسمعها فين؟ في المدارس، في المستشفيات، في المطار. ده بيبقى كود معناه احنا محتاجين تدخل أمني أو في خطر. أوكي، هنا بقى في إنجلترا في كود مشهور قوي اسمه I'm asking for Angela، وده كود للبنات اللي بيتعرضوا لعنف او تتبع في الشارع او حد بيضايقهم. لو رحتي اي باب او اي مكان قدامك تساليهم about انجلا او انا هنا بسال على انجلا، هيوفروا لك مكان سيف، وهيفهموا ان انت معرضه للخطر او في حد بيضايقك وانت مش عايزه توضحي ده لو الشخص جنبك او قدامك او جه وراكي. هيقعدوك في مكان سيف لحد ما تتصلي ب 111. ومهم قوي يبقى معانا كود زي ده ما بيننا وما بين اطفالنا، عشان لو سبتيهم في اي مكان تتفقوا على كلمه سر، زي مثلا الاكواد المقترحه زي يلو بوك، يلو رينج، بينك. اي حاجه انت بتتفق عليها انت وابنك، ده معناها ان لو ابنك قالها ان هو في مكان فيه خطر، او طفل في مكان مش حاسس بامان. فدي الفكره بتاعت دوريس كود، ان انتوا تقولوا كود ما بينكم ما بين بعض، ده بتزيد معدل الامان في الاسره وعلى المحيط الاجتماعي كمان. بس كده، باي.